النهاردة هنتكلم عن كتاب من أجمل الكتب الميسرة لفهم وتدبر القرآن، وهو كتاب أول مرة تدبر القرآن. الكتاب لعادل محمد خليل من دار نشر العصرية. من وجهة نظري ما ينفعش بيت مسلم يخلو من الكتاب ده، لأنه من وجهة نظري برضو أول سلمة أو خطوة عشان تتدبر القرآن الكريم. والكتاب فيه كل سور القرآن الكريم من أول الفتحة لحد سورة الناس. في الفيديو ده أنا بس هقول لكم منهج الكاتب فيه، وهوريكم مثال لسورة منه. الكتاب بيعتبر مدخلك للتدبر والفهم العام للقرآن الكريم. الكتاب مقسم لثمان محاور أساسية. في كل سورة الكاتب بيذكر الثمان محاور دي تقريبا في أغلب السور، ما عدا سور قليلة، وده عشان بس قلة عدد آياتها. وأنا هنا اخترت إن المثال اللي أنا أشرح عليه هو هيبقى سورة الكهف. أول محور عندنا وهو عدد آيات كل سورة، وهل هي مكية أم مدنية، واعتمد فيه على اللي رجحه البقاعي، وهي إن اللي نزل من القرآن قبل الهجرة هو مكي، واللي نزل بعد الهجرة هو مدني. بالنسبة للمثال بتاعنا سورة الكهف، فسورة الكهف عدد آياتها 110 آية، والسورة مكية. المحور التاني وهو ان هو ذكر اسماء السور بالترتيب، سواء كان اسم واحد او اكتر من اسم، واعتمد هنا على كتابين: كتاب الاتقان في علوم القرآن للسيوطي، وكتاب التحرير والتنوير لابن عاشور. بالنسبة لسورة الكهف فاسماء السورة المباركة هي الكهف واهل الكهف واصحاب الكهف. تالت محور اتكلم عنه وهو ان هو ذكر مناسبة تسمية السورة، وهنا برضو اعتمد على كتابين نفس الكتابين اللي فاتوا: كتاب الاتقان في علوم القرآن وكتاب التحرير والتنوير لابن عاشور. بالنسبة لسورة الكهف فمناسبة التسمية بتاعة السورة ان احنا عندنا في السورة اتذكر انواع الفتن اللي ممكن يتعرض لها العبد في حياته، وهي منها فتنة المال والسلطة والعلم والدين. السورة سميت باسم أصحاب الكهف لأن أصحاب الكهف فيها اتعرضوا لأشد وأعظم فتنة ممكن يتعرض لها الإنسان، وهي فتنة الدين. رابع محور ان هو اتكلم عن بعض من اللي ذكر في فضل السورة الثابت والصحيح منه، وهنا اعتمد على كتب السنة المعتمدة زي السنن الأربعة. ومن فضل سورة الكهف قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حفظ 10 آيات من أول سورة الكهف عصم من فتنة الدجال. خامس محور اتكلم عنه وهو ان هو ذكر موافقة اول السورة لاخرها، وهنا هو مشترطش ان يكون اول السورة هو اول آية فيها او ان اخرها هو اخر آية فيها. المحور ده ما اتذكرش من اول سورة الملك لاخر المصحف، وده لقلة عدد ايات السور. تعالوا نشوف المثال بتاعنا على سورة الكهف، موافقة اول السورة لاخرها. السورة بدأت بذكر القرآن. قال تعالى: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. وختمت كمان بذكر القرآن. قال تعالى: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. ولما كانت إن السورة بتحكي عن الفتن أصلا، فهنلاقي إن ناسب إنه تبدأ وتتختم بالقرآن، لأن القرآن هو أعظم عاصم من الفتن كلها. سادس محور اتكلم عنه وهو ان هو ذكر المحور الرئيسي للسورة او المقصد العام اللي بتدور حول كل سورة، واعتمد هنا على كتب التفسير زي تفسير القرطبي وابن كثير وغيرها. تعالوا نشوف سورة الكهف. المحور الرئيسي لسورة الكهف هو العصمة من الفتن. سابع محور اتكلم عنه وهو ان هو ذكر مواضيع السورة في نقاط مرتبة، وحط قدام كل نقطة ارقام الايات اللي بتتكلم عنها، وده في اغلب السور، ولكن ما التزمش بالمحور ده بداية من سورة البلد لاخر المصحف لقلة برضو عدد ايات هذه السور. فتعالوا نشوف في سورة الكهف. عندنا المواضيع بتاعة السورة زي ما احنا قلنا في الاول، وهي انواع الفتن: فتنة الدين وفتنة المال وفتنة العلم وفتنة السلطة، وطريقة العصمة منهم كلهم. فمثلا عندنا في فتنة الدين قصة الفتية اللي هربوا بدينهم من الملك الظالم للكهف، كانت مشروحة في السورة من الآية 9 لآية 24. وكمان طريقة العصمة من فتنة الدين، واللي هي كانت ظاهرة في الصحبة الصالحة وتذكر الآخرة وتلاوة القرآن وتدبره، ودي كانت ظاهرة في الآيات 27 و28 و29.
آخر محور اتكلم عنه في الكتاب وهو إن هو ذكر بعض اللطائف والفوائد حول كل سورة، وحط بعد كل لطيفة أو فائدة المصدر اللي اعتمد عليه، مع التنبيه إن كل آية من كتاب ربنا سبحانه وتعالى فيها كم فوائد لا حصر له، ومقصد الكتاب مش الإطناب والحصر لكن التسهيل والاختصار. فتعالوا نشوف مثلا من الفوائد بتاعة سورة الكهف. عندنا أول فائدة إنه المحرك الأساسي والرئيسي لكل فتنة وشر على الأرض هو إبليس بسبب عداوته القديمة لبني آدم، وده ظاهر في الآية رقم 50. برضو من الفوائد إنه الدعوة ربنا سبحانه وتعالى ذكرت في السورة بجميع مستوياتها. عندنا فتية كانوا بيدعوا ملك القرية، عندنا صاحب كان بيدعو صاحبه، معلم كان بيدعو تلميذه، ملك كان بيدعو رعيته. في الكتاب بعد ما خلص ال8 محاور واتكلم عنهم لكل سورة، اتكلم عن شوية مواضيع لطيفة جدا، وهي منها انه ثمرات وفضل التدبر، سر القرآن هو العمل به، كيف كانوا مع القرآن الكريم، وكتب كان بينصح بيها للتفسير والتدبر. لو عجبك الفيديو ما تنساش تضغط لايك وشير وسبسكرايب.